عام، في الوقت الذي ما زال العالم فيه يقف حائرا أمام جائحة الكورونا لإيجاد علاج ناجح لهذا الوباء الذي يجتاح معظم دول العالم ويفتك بالبشرية، وعلى أثرها توقفت جميع الحروب في العالم لتلتهي الحكومات بلملمة جراح شعوبها وحفظها من هذا الوباء. نرى الفاشية التركية بزعامة حزب العدالة والتنمية تمارس أبشع الجرائم وحشية بحق الإنسانية والطبيعة وإنكار الحقوق المشروعة لشعبنا وتطلعاته نحو بناء وطن يعيش فيه أبنائه بهويته وكرامته. في سبيل منع ذلك لجأ عدو الإنسانية حزب العدالة والتنمية إلى أكثر الأساليب خاصة في التعامل اللا إنساني، حيث لم نجد في التاريخ نموذجا أقدر من هذا النظام الفاشي الذي بلغ به الأمر بأن يتطاول على مزارات الشهداء كما فعلها سابقا في عدة مدن من في شمال كردستان وفي عفرين الجريحة، واليوم يعيد تلك الأساليب في جميع بقاع وطننا الغالي. هذه الممارسات التي تذكرنا بممارسات تنظيم داعش الإرهابي في مناطقنا أعوام 2014 و2015 من تخريب وقتل وتهجير وقطع الرؤوس والتمثيل بالجثث، وهذا يثبت أنه لا اختلاف بين ذهنية داعش والدولة التركية التي كانت تساند داعش بقوة، حيث تمارس تلك الأساليب ضد إرادة شعبنا منذ مئات السنين وفي العقود الأخيرة بشكل أكبر، والتي تعتبر عقود نهضة الشعب الكردي في الأجزاء الأربعة وتحقيقه مكاسب وطنية قيمة ولا سيما في روج آفا، حيث استطاع جنبا إلى جنب مع باقي المكونات بناء نظام اجتماعي سياسي يدار من قبل الشعب، وكل ذلك يصب في مصلحة الاستقرار والسلم العالمي. أمام كل ما تقوم به الفاشية من ممارسات قذرة والتي لها باع طويل في سياسات القتل والحروب اللا أخلاقية اتجاه شعوب المنطقة، نناشد كافة منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني ومحبي الديمقراطية والسلام وأصدقاء الشعوب المظلومة في العالم بالتدخل لوقف مثل هذه الممارسات اللا إنسانية بحق قيمنا ومقدساتنا، وكلنا أمل في هذه المرحلة بأن تقوم تلك المنظمات بواجبها الأخلاقي بفضح سياسات حزب العدالة الإنكارية بحق إرادة شعبنا الكردستاني، والتي لن تزيدنا إلا إصرارا على متابعة النضال خلف راية الشهداء والقائد آبو ومساندة المبادرة الوطنية التي تقوم بها بسد لتحقيق الوحدة الكردية التي هي أملنا في الوصول إلى مكسب تاريخي تكون أرضية لتطورات لاحقة يعود بالنفع على كافة أجزاء كردستان، وندعو كافة الأطراف الكردستانية بنبذ الخلافات جانبا وتغليب المصلحة العامة على المصالح الخاصة. إننا الآلاف من عوائل الشهداء في شمال وشرق سوريا كردا وعربا وسريان ومعنا باقي فئات المجتمع والأحرار والمناضلين سنعمل بشتى الطرق وبكل قوتنا على مجابهة آلة الحرب الخاصة القذرة للدولة التركية وفضح سياستها، ومصرون أكثر من أي مرحلة تاريخية لنيل مكانتنا اللائقة بين الشعوب الحرة، وسنظل في الساحات وفي ميادين النضال كبارا وصغارا، وستبقى راياتنا مرفوعة ونرفض جبهات القتال بخيرة أبنائنا حتى الوصول إلى مجتمع خالي من الإرهاب يتمتع فيه الإنسان بإنسانيته مثل عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة.